أنا جلبهار جليل من الإيغور. اعتقلت من السلطات الصينية دون ذنب، وبعد الاعتقال بدأوا إعطاء كل واحدة من النساء حبتين من الدواء في موعد محدد، وأجبرونا على تناولها أمام أعينهم، وفحصوا أفواهنا ليتأكدوا أننا ابتلعناها. كانوا يحقنوننا بإبرة كل 10 أيام. لقد كانت الأدوية والإبر من أجل قطع الدورة الشهرية وإفقادنا الذاكرة. لم نكن نستطيع الشعور بالجوع حتى إذا كنا جائعين. كل 10 أيام كانت تأتي 10 شرطيات و3 جنديات بأسلحتهن. كانت الجنديات يقفن أمام الباب، بينما تقوم الشرطيات بإجبارنا على نزع ملابسنا كاملة وعلى الجلوس والقيام 3 مرات ونحن عاريات تماما. لا أعلم عن ماذا كنا يبحثن، فقط يحاولن طعن شرفنا. لقد كان الحمام مصنوعا من الزجاج وبابه لا يغلق، لذلك كانت الرائحة تفوح منه دوما. لقد امتلأت رؤوسنا بالقمل والتقرحات خلال 10 أيام، وقاموا بحلق رؤوسنا. لقد كانوا يعرضون على التلفاز مقاطع لرئيس الصين لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة أسبوعيا، ثم يجبروننا على كتابة عبارات مثل: أنا نادمة، أشكر الرئيس شي جينغ بينغ والحزب الشيوعي، فهو الذي يرعانا. لم نعش جيدا في السابق بسبب عقيدتنا، ولكننا سنعيش بشكل جيد بعد الآن. سنقوم بإرسال أولادنا إلى المدارس الصينية بعد خروجنا من هنا. لقد كنا نردد 5 أغاني صينية شيوعية يوميا، ثم يعطوننا الطعام بعد ذلك، ولا يعطوننا في حال عدم الغناء. كانوا يستجوبوننا أسبوعيا وفي غرفة تخلو من الكاميرات، يفعلون بنا ما يشاءون. أجلسوني على كرسي حديدي لمدة 24 ساعة بلا حراك ولا ماء. فقدت وعي فأدخلوني المستشفى. تحرشوا بي جنسيا. أستطيع أن أحلف لكم بالقرآن حين قلت: أليس لديك أم أو أخت؟ ما الذي تفعله؟ قال لي: انظري إلى نفسك، كيف يمكن لك أن تكوني أمي أو أختي؟ حين نظرت إلى نفسي وإذا بكامل جسمي ورأسي ممتلئ بالتقرحات ولا يوجد لدي شعر، فقلت في نفسي: صحيح، هو يقول الحقيقة. فجلست بدون أي صوت. لقد كنا نغسل أيدينا مرة واحدة فقط عند الاستيقاظ في 5 فجرا، وبعد ذلك تكون ملامستنا للمياه ممنوعة. كانوا يتهموننا بالوضوء فور لمسنا للمياه. لم يكونوا يعطوننا المناديل عند قضاء حاجاتنا، لذا كنا ننظف أنفسنا بأيدينا ثم نمسحها على الأرض.